السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل معاكم المشبك. طريقته جميلة أوي وسهلة. مشبك الدمياطي هيعجبكم ان شاء الله. مقاديره بسيطة جدا من البيت. معايا هنا كوبايتين من الدقيق اهو، وهنا معايا معلقة صغيرة من الخميرة، ومعايا معلقتين سكر، ومعايا كوباية نشا، ومعايا شوية رشة ملح. هنشوف مع بعض. هنحط المواد الجافة الأول مع بعض. بسم الله. دي الكوباية التانية، وهنحط النشا اهو واحدة واحدة مع بعض. علشان ايه؟ هتجربوها ان شاء الله وهتلاقوها الطريقة بسيطة وسهلة خالص، مفيهاش اي حاجة. هنحط السكر، هنحط الخميرة، هنقلب ده كله مع بعض، ورشة الملح اهي. هنقلب كله مع بعضه. بسم الله. وهنحط كوبايتين ونص من المية اهي، او حسب الدقيق اللي عندك، علشان ربما ايه ما يكونش مظبوط. احنا هنشوف مع بعض المقادير بالظبط. قلبنا كل حاجة. نبتدي بقى ايه، لازم أن يكون المية دافية. المية بتاعتنا تكون دافية. وهنحط معلقة كبيرة ماء زهر، ده اللي بقى بيديله الريحة والطعم بقى الجميل بتاع مشبك دمياط. ان شاء الله هيعجبكم جدا. هنحط كوبايتين ونص من المية الدافية. لازم يكون دافية، ما تكونش سخنة قوي وما تكونش باردة. هنعملها ندفيها بس تدفية كده، ونحط واحدة واحدة ونشوف مع بعض. هنحط بقى اللي هو معلقة صغيرة اهو ماء زهر. خلاص كده. هنحط بقى مجهزين المية اهي، كنت فترة. بسم الله. انا حاطة كوبايتين ونص اهي. بسم الله. هنقلب كده عشان هنشوف السمك بتاعه. بسم الله. هنجيب بقى ايه المضرب بتاعنا، لان مش هينفع نقلب دي خالص اهي، عشان ما يكلكش معانا خالص. هنقلب بقى مع بعض. بسم الله. لازم تقليب كويس جدا، ولو حسيت ان في تكتلات تقومي جايه وتقومي مصفياه بمصفى، عشان ما يبقاش فيه اي حاجه خالص اهو. ايدك فيه كده على طول. بسم الله. نحاول ايه نضربها شويه حلوين كده. برضك لسه فيه. بسم الله. انا مرضاش اطول قدامكم عشان الفيديو ما بقاش طويل. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. لازم ايدك تقعد ايه شغاله فيه كده كتير اهو، لحد ما تلاقي السمك بتاعه زي ما انتم شايفين. المقادير مظبوطه جدا اهو. عايزه تجربي اعملي نص المقادير اللي انا قلتلك عليه. دي كوبايتين من الدقيق وكوبايه نشا. كل كوبايه دقيق عليها نص كوبايه نشا اهو. كوبايتين دقيق وكوبايه من النشا، ومعلقه خميره صغيره، ومعلقه سكر، ومعلقه ماء زهر، ورشه ملح زي ما انتم شايفين كده. مفيش فيها اي تكاليف اهو. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، عامله زي الكريمه بالظبط اهو. شايفين؟ ما فيهاش اي حاجه خالص، مفيش تكتلات اهي كده. علشان ايه؟ نيجي نعمل الحاجه ما تبقاش فيها اي حاجه. شايفين؟
ادي كده خلصت، وهسيبها اغطي عليها واسيبها لما تخمر. يكون احنا عملنا الشربات يا جماعة يبقى 2 سكر وكوباية مية وعصرة ليمونة صغيرة. يلا بينا عشان ايه اعمل الشربات بتاعها، وبعدين تكون دي اختمرت ونرجع تاني نبدأ اوريكم بتتعمل ازاي على النار. اهي شايفين؟ بسم الله ما شاء الله عليها، جميلة اهي. انا عملت هنا الشربات بتاع المشبك ان شاء الله. حطيت كوبايتين سكر وكوبايه ميه وقلبته وقمت حطها على النار زي ما انتم شايفين. وان شاء الله هنحط الفانيليا بس في الاخر خالص عشان الريحه بتاعته تفضل موجوده. وهنحط عصره ليمون. هبتدي احط بقى عصره الليمون مش كتير قوي يعني. بس كده. طبعا مش هنقلب اهو، هسيبه بقى ايه نفسه بقى ايه العسل يخلص وارجع واشوف العجينه اخبارها ايه. بس في ملحوظه حبيت اقولها لكم، لازم الشربات يكون بارد. لا انا بعمله الوقت لما هو العجينه تختمر معايا، بحيث ان هو ما ينفعش يكون الاتنين سخنين مع بعض. لازم العسل الشربات يكون بارد والمشبك يكون سخن. ناخد من هنا نحط من هنا على طول، ويكون في مصفى علشان نصفي اي شربات يبقى موجود معاه. هوريكم كل حاجه ان شاء الله وهتشوفوها معانا. ونشوف العجينه ما شاء الله اختمرت اهي معانا. ده كده خالص. نشوف بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهو، ما شاء الله عليها اهي. شايفين؟ ده اللي احنا عايزينه. الطريقه دي مظبوطه 100%. هنحطها بقى ايه في كيس، اي كيس عندك، كيس تلاجة عندك اللي هو الكيس الحلواني اللي موجود عندك، هحطها. حبيت اقول لكم الاول ان احنا لازم نفضي الخمر بتاعه خالص زي ما انتم شايفين كده اهو. بقلبه خالص قبل ما احطه في الكيس اهو. واما احطه في الكيس برضك يا جماعه لو اخد وقت في قلب الكيس عما التحمير ده هيبقى بطيء جدا على النار. بندفي الزيت وبنهدي النار يعني مش قوي، بس علشان يدي التحمير والسويه والقرمشه بتاعته. خلاص كده احنا كده ايه شلنا ايه اهو الخمر بتاعه اهو. ولازم في الكيس بردك هنمسك الكيس ده وما نحطه لازما نعمل له تهويه علشان الخمر بتاعه ما يزيدش في قلب الكيس كمان. شوفوا بقى يا جماعه بصوا كده يا حبايبي عامله ايه. ده الزيت في المقلايه. هاتي مقلايه صغيره او صغيره، اي حاجه عندك تكون صغيره ما تكونش كبيره علشان ما تفردش معانا اما نيجي نعمل القرص المشبك ما يفردش معانا. ومعانا العسل زي ما انتم شايفين اهو برد اهو. شوفوا السمك بتاعه لازم يكون كده ولا حطيت فيه عسل جلوكوز ولا اي حاجه خالص. ومعانا ايه الزيت اهو بدأ يسخن خلاص. وهنشوف مع بعض نعمله سوا. بصوا بقى اللون الذهبي، بس بعد كده هنفتحها شويه اهي وننزلها في الشربات على طول زي ما انتم شايفين كده. طبعا عايزه حاجه اكبر، هنعوز حاجه اكبر علشان هنعمل بس ده الاول وبعدين نحطه في حاجه تانية. بسم الله اهو. حاول نمشي ايدينا بسرعه كده اهي. نحاول بصوا يا جماعه كسرتها عشان اوريها لكم
سامعين القرمشة؟ هنحط عسل في حاجة أوسع. طبعا أنا هديت النار لأن أنا كنت سخنته قوي. لا، لازم نسخنه حاجة بسيطة ونهدي النار يا جماعة ونسيبه براحته خالص زي ما انتم شايفين كده. هجيب حاجة أوسع علشان نحط العسل نقدر نتحكم فيه شوية عشان يبقى مظبوط. شايفين اللون بقى؟ ده اللي احنا عايزينه اهو. بس نشوف بقى ايه الاتجاه التاني. لسه شويه، كل ما احنا نسيبه شويه. شوفوا. وبعدين في حاجه يا جماعه، نجيب صينيه ومصفى ايا كان مصفى. شايفين بينزل الشربات ازاي اهو. بصوا بقى كده، شفت المشبك ده؟ روعه اهو. بصوا بجد والله هيعجبكم جدا. احنا هنسيب عشان ننزل الشربات بتاعه الزياده اهو. دي قلبتها. بصوا كده، بس حاجه بسيطه. كل ما احنا نهدي النار منها تستوى وتقرمش، تاخد وقت معانا مش اشكال، بس الحاجه تطلع مظبوطه اهو. شايفين؟ هكمل كام واحده كده وهوريها لكم في الاخر. بصوا بقى كده، نحط السكر بتاعها اهو. لو سخنه عليكي هاتي اي حاجه امسكي بيها اهو. بصوا بقى كده، ما شاء الله على الجمال والحلاوه. ولا نشتري من بره ولا نكلف نفسنا ولا اي حاجه اهو. هنحطها جنب اختها كده اهو. بصوا نزل الميه كلها خالص بتاع الشربات اهو، ونحطها جنبها بالظبط. بصوا بقى يا جماعه، مشبك مشبك شايفين؟ احنا بنشوف اللون بتاعها لسه شويه، احنا عايزين اللون الذهبي اهو. وهنحاول نطلع الخمر بتاعه اهو. بصوا بقى، بسم الله ما شاء الله على الجمال اهو. بصوا ما شاء الله، شايفين؟ حاجه في منتهى الجمال اهو. مشبك مشبك يعني. وهنا نحطها في حاجه تكون مخرمه زي ما انتم شايفين كده عشان تنزل الشربات اهو. بصوا عملت لي الكميه الحلوه دي اهي. الله عليك يا جماعه، ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتعملوا لايك كتير وتقولوا لي ايه رايكم. جربوها وقولوا لي ايه رايكم. شفتوا الجمال ده؟ ما شاء الله. زي ما انا بقول لكم طعمه رهيب جدا اهو. شوفوا اهو، ما شاء الله عليه. جربوه وهتلاقوه في منتهى الجمال. متنسوش بقى زي ما انا قلت لكم الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس، ولايك حلو منكم كده. والسلام عليكم.